سلام بنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. جيت اليوم نقدم لكم ثلاثه الوصفات اونطري بلا اي ديسير ساهلين بزاف ولذاذين. ضروري ما تجربوهم حيت انا متاكده باللي غادي يعجبوكم بزاف. انا وجدتهم العشاء مع الزوج ديالي اللي كان مسافر وعلمني حتى لاخر لحظه بانه غادي يجي يتعشى معايا، وكان عندي غير ساعه باش نوجد فيها هادشي كله. الا بغيتوا تعرفوا شنو وجدت خليكم معايا. اول حاجه غادي نبدا بها هو الديسير، حيت خاصو شويه ديال الوقت باش يبرد. دونك هاد الديسير هذا كيحماق عليه راجلي وحتى ولدي يانيس، كيجي بحال الفلوندانيت بمذاق البسكوي تماما. دونك كنحتاجو الخمسه ديال لي بسكوي. انا كنستعمل لي بسكوي بوتي بور، يمكن لكم ديروا اي بسكوي كيعجبكم. وكنحتاج 15 غرام ديال المايزينا، 60 غرام ديال السكر، بيضه وحده، 400 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال كريمه الخفق السائله. بالنسبه لطريقه التحضير، كنشدو البسكوي ديالنا وكنطحنوه في الطحانه وكنزيدو عليه الكماله ديال المقادير وكنعاودو نطحنو كلشي مزيان، وكنديرو الخليط فوق نار هادئه مع التحريك المستمر حتى كيبدا كيتقل لينا بشويه بشويه، وكنحيدوه من فوق النار وكنديرو في الكويسات ديالنا وكنحطوه يبرد في الثلاجه. من بعد كنزيد عليه شويه ديال الكراميل جاهز للاستعمال بالنسبه للتزيين. ندوزو دابا لونطري. غادي نحتاجو 3 البيضات، مطيشه مقطعه الريفات، 10 سنتيلتر ديال الكريمه السائله، 150 غرام ديال السومون فومي، 100 غرام ديال الفرماج مقطع الريفات، شويه ديال الملحه والابزار وبودره الثومه. وكما شفتوا خلطت العناصر كلها ودرتها طيب في الميكرووند 3 دقائق. كتجي هائله في المذاق وسريعه التحضير. بالنسبه للطبق الرئيسي، اول حاجه بديت بها هو سخنت الماء ودرت فيه شويه ديال الملحه باش نطيب الرز. انا درت هنايا 2 كيسان ديال الرز على حسب شخصي. من بعد ما طاب لي الرز ديالي كنصفيه وكنحطو جانبا وكنبدا نوجد لاصوص ديالي. بالنسبه للدجاج اللي غادي يكون يرافق الرز ديالنا، غادي نحتاجو 3 صدورات ديال الدجاج، ملعقه كبيره ديال المايزينا، كاس كبير ديال الكوكا، بصله كبيره مشمضه، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال القامه، الملحه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، ونص معلقه ديال ضماد البنه. كنشحروا البصله ديالنا مع شويه ديال زيت الزيتون وكنزيدو عليها صدر الدجاج اللي قطعته طريفات صغار، وكنزيد عليهم القامه ديالنا وكنخليهم يتحمروا شويه. من بعد كنزيد الكاس ديال الكوكا وكنخليهم يطيبوا 10 دقائق على نار مهيله. كناخذ شويه ديال لاصوص الزلافه وكنزيد عليها معلقه كبيره ديال المايزينا وكنحركها مزيان حتى تذوب، وكنردها فوق الدجاج باش كتقل لينا لاصوص ديالنا اللي كتجي كراميليزي بمذاق رائع جدا. ضروري ما تجربوها وتردوا عليا الخبر. هانتوما البنات، ها هو العشاء ديالي وجد وقدمته على هذه الطريقه هذه.
كلشي جا غزال ولديت وراجلي عجبو الحال بزاف بزاف. كنشكركم بزاف على المشاهده، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم ويفيدكم وتجربوا هاد الوصفات هادو. يلا حبايبي، خليتكم على خير والى الفيديو المقبل ان شاء الله.